السلام عليكم واهلا وسهلا بكم وسعيده بلقياكم مجددا على قناه سعد تيفي. نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه. وضمن حلويات سهله بسيطه واقتصاديه غادي نقترح عليكم حلوه الطرون بالشوكولا. كان عليها طلب كتير فوق ما تنحضر معكم الطرنو بالشوكولا البيضاء. كطلبوا مني واش يمكن نعملوها بالشوكولا السوداء، فانا ان شاء الله غادي نتقاسمها معكم وغادي تشوفوها معايا بجميع التفاصيل ديالها. فعلى بركه الله غادي نحتاجو 300 غرام ديال الكاوكاو، ما يعادل 4 كيلو وشي شويه. اذا كان غير 4 كيلو عندكم ديال الكاوكاو ممكن تخدموا به. وغادي نحتاجو 120 غرام ديال البسكويت. فانتم خذوا اي باكيه ديال البسكويت وخدموا بها. انا خدمت معكم اليوم بهذا النوع هذا اللي كيكون هكا بحال الكاك، ولكن هو فيه واحد المذاق بحال ديال القرفه. اي نوع ديال البسكويت بحال ما متوفراش باكيه كبيره اللي غتعرفوا القياس ديالها، خذوا اي بسكويت واحد 3 ديال الدرهم هكذا كافيين. غادي ناخذ الكاوكاو وغادي ندوزو جيدا في المطحنه. الكاوكاو عندي محمر بشكل جيد وطحنته بالقشور ديالو، ما نقيتو ما حتى شي حاجه من القشور. ولكن ضروري الكاوكاو اذا شفتوا فيه شي حبه ماشي هي هذيك حيدوها، راها تقدر حبه وحده اذا كانت ماشي هي هذيك تخسر لكم الطعم ديال الحلوه ديالكم كاملو. فالبسكويت بنفس الشكل غادي ندوزو في المطحنه. فعندي 120 غرام. وممكن تستعملوا حتى البسكويت المسوس، يعني اذا ما كانش متوفر هذا بسكويت عادي حلو طبيعي اللي هو فيه المذاق ديال القرفه. اي بسكويت كيعجبكم تعملوه وتقدروا تعملوه حتى بسكويت مسوس. غادي نزيد معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي ندوزو نكملوا على باقي التحضيرات. في اناء غادي نوضعوا الشوكولا السوداء. الشوكولا السوداء اي نوعيه بطبيعه الحال، كل ما كانت النوعيه ديال الشوكولا فيها الكاكاو عاليه يكون احسن. انا كنخدم بالشوكولا العاديه يعني بديل الشوكولا. غادي نوضعو في حمام في اناء ونوضعو فوق حمام مائي وعلى نار متوسطه حتى يذوب ليا هاد الشوكولا. فما كنضيف معاه حتى شي حاجه، ما ضفت معاه لا زيت لا حتى شي حاجه. كنخلط حتى كيذوب كيصبح بهذا الشكل. من بعد ما كيذوب مباشره نحيدوه من فوق النار، ولكن كنخليو داك الاناء ديال الماء. غادي نوضع الكاوكاو 300 غرام مع القرفه. فانا بغيت القرفه، زدت القرفه لان عندي داك البسكويت فيه المذاق ديال القرفه، والقرفه كتنسجم مع الشوكولا السوداء. تقدروا ديروا القهوه او قهوه سريعه الذوبان بدل القرفه، او تستغنوا على القرفه وعلى قهوه سريعه الذوبان. فغير الشوكولا السوداء البسكويت والكاوكاو كيعطيو واحد المذاق زوين بزاف. ضفت نصف الكميه ديال الكاوكاو مع نصف الكميه ديال البسكويت، وغادي نخلط بشكل جيد حتى ينسجموا ليا داك المكونات مع الشكلاط. وعاد غادي نبقى نضيف شويه بشويه 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 حتى ينسجموا ليا كل العناصر مع بعض. فانا الكاوكاو ما طحنتوش بزاف حتى رجع ناعم، يعني خليته شي شويه هكا فيه داك الطريفات، وحتى البسكويت باش يجيو هكا شي شويه باينين وتحسوا بيهم. فغادي ناخذ ليمون سيليكون اي شكيل عندكم، ماشي بالضروره يكون هاد الشكيل، غير هاد الحلوه هادي معروفه بهاد الطابع هذا اولا بهاد الزواقه هادي. غادي نبدا نرفد بالمعلقه من الخليط ونصب بهذا الشكل في ليمون. طريقه سهله جدا وبسيطه. كيسولوني بزاف الاخوات على هاد ليمون السيليكون. انا ما كناخذش د الفران هادو، يعني في حاله بغيتو تدخلوهم الفران تدخلوهم واحد شويه وتخرجوهم على نار اللي مهيله. ولكن احسن هادو يعني هكا الاستعمالات الحلويات البارده الثمن ديالهم كيكون رخيص. اللي كيدخلوا للفران كيكون الثمن ديالهم شويه طالع، كيكون 60 درهم يمكن العام اللي فات. هادو انا العام اللي فات كنت خديتهم ب 15 درهم، وكانوا بزاف د الاخوات خداوهم ب 13. وهاد السنه يمكن دابا رجعوا ب 18 درهم، ولكن على حسب كل مدينه والاثمنه اللي فيها. حيت بزاف كنبغي هكا فاش نعمل لكم شي فيديو
نجاوب على التساؤلات اللي كيكونوا كيجيوني باش هكذا تعم الفائده اكثر. كم عمرت السيليكون الاول اللي هذا بحجم صغير، ودا اللي عاد غتشريهم تاخذ هذا السيليكون اللي كيكون فيه 15 وحيده، كيكون القياس صغير وكتجي وكيحط لينا اكثر ما شاء الله الخليط، وكتجي الحليوه هكا حليلوه زوينه، وحتى في الاكل كتجي خفيفه. السيليكون اللي فيه 12 كيكون ما شاء الله الحجم ديالهم شي شويه كبير. مباشره من بعد ما كنعمروهم كنحركوا داك السيليكون شويه نحطوهم في المجمد. ما عمرت السيليكون الثاني حتى كنقصح ليا الاول وديموليتهم خليتهم على جنب، وفي نفس السيليكون كنعاود نعمر. ودائما نخليو الزلفه ديالنا فوق اناء اللي سخون، داك الماء سخون، واذا شفتوا الشوكولاط بدا كيقصح غادي تعاودوا تحطوه فوق النار. كنحطهم في المجمد، كنعمر السيليكون الثاني حتى كيكون قصاح ليا الاول. ففي المجمد تقريبا 10 ديال الدقائق، ولكن قبل ما تحيدوهم ضغطوا جيدا بالاصبع ديالكم حتى تاكدوا بان صافي قصاح. ماشي بالضروره يكون عندكم جوج سيليكونات، غير واحد كافيكم باش تخدموا الحلوى راسكم. الا الاخوات اللي كيخدموا واحد الكونتيتي كبيره فمو خاص يكون عندهم بزاف باش هكا يسربيو. اما اللي غيتخدمها هكذا راسها في العيد فغير سيليكون واحد كافي. اخير غادي نقول لكم الخليط اللي عطيتكم شحال كيخرج لنا موحده. ضروري ما غادي نتقاسم معكم الكراميل، لان يعني واخا كنتقاسم معكم بزاف كيجيوني في كل فيديو كنزين بالكراميل كيطلبوها مني الاخوات، لهذا قلت فوق ما نبغي هكا شي حاجه نزينها بالكراميل نتقاسم معكم نوعيه الكراميل اللي استعملت. فخديت كاس الا ربع ديال العسل، ضعته في كاسرونه، بقيت كنحرك حتى داك العسل كتبدا تغلي، وضفت 10 ديال القطع ديال الشوكولا البيضاء. درتو كاس ديال العسل. ديروا 15 قطعه ديال الشوكولا. علاش قلت لكم 15؟ لان بغيناها تجينا شي شويه عاقده الكراميل، بغيناهاش تجي خفيفه وسايحه. لون الكراميل اذا شفتوه فاتح بغيتوه يكون مغمق كتزيدوا ليه هاد صوص كراميل، اما تكون هكا يعني عندكم هذه اللي في القرعه، ولا تكون عندكم صوص كراميل اللي كتجيبوا تقدروا تزينوا بها الصابلي، مثلا نضيفوه في العجائن الصابلي، اولا اللي كتكون كتجي مع الفلون، يعني اي صوص كراميل. اخوات اللي متوفراشي عندهم شدوا غير شي شويه السكر وحرقوه هكا عملوه على نار مهيله حتى كيرجع اللون ديالو مغمق، وضيفوه حتى هو كيعطي اللون. او النكهه ديال القهوه حتى هي كتعطي اللون. صافي مباشره كنخليو الكراميل ديالنا حتى كتفقد الحراره، يعني كترجع هكا شويه دافيه، وكنعمروا بها داك الحفره اللي في الحلوى، حيت اذا عمرتوا بها وهي سخونه الحلوى ديالكم غادي تذوب. تقدروا تعمروا حتى بالشوكولا، تقدروا تعمروا بالمربى، باش ما بغيتوا عندكم الاختيار. انا كنعشق الكراميل، وكيزيد داك الكراميل كيزيد للحلوى ديالنا واحد اللذه. بطبيعه الحال تقدروا ديروا الكراميل جاهزه. الخليط اللي عطيتكم كيخرج لينا 40 حبه بالحجم الصغير. انا زدت واحد نصف تخليطه اخرى، كان باقي لي الكاوكاو والشوكولات وزدت نصف التخليطه. اما الخليط اللي عطيتكم راه كيخرج لينا 40 حبه. انا جمعتها بلا تزيين، يعني ما عملت لا شي الكويغطات والعقيقات، غير الوجه اللي عملت له العقيقات غير باش تشوفوا كيف كتجي العقيقه اذا بغيتوا تزينوا. والكويغط هذه اللي في اليد ديالي وقسمتها معاكم. شوفوا ما شاء الله كيف كتجي معلكه وزوينه، كتجي معلكه بزاف داك الكراميل، وهكذا كتبقى حلوه ديالكم احسن. حطوها هكا في الثلاجه من التحت باش داك البروده تخليها ديما الكراميل في الشكل ديالها والحلوه في الشكل ديالها، لان دابا تبارك الله مشى والجو كيسخن. وفي المطبخ ما تحتفظوش بها، لان المطبخ كيكون الحراره ديالو زايده، وما شاء الله كتجي فنه معلكه بنينه بزاف. الحلاوه راه ما كتجيش حلوه نهائيا، صدقوني راه ما كتجيش حلوه وبنينه ما شاء الله، كتذوب في الفم. يعني داك التعليكه ديال الكاوكاو ديك القرمشه ديال البسكوي والشوكولا كيجي واحد المزيج اللي هائل جدا. اخوات اللي بغاو يحضروها مسوسه تماما، يعني ما يكونش فيها السكر، غديروا الشوكولا المره اللي بدون سكر، غديروا البسكوي اللي مسوس، وغديروا الكاوكاو وهكذا غتكونوا حصلتوا عليها ان شاء الله مسوسه. وكذلك الكراميل ديروا العسل الحره، غديروا الشوكولا
اللي بدون سكر، يعني الشوكولا المره، واخا تجيكم السوس كراميل مثلا في الاسود، راك حتى هي كتجي زوينه. بهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. عندكم اي سؤال اي استفسار تركوه لي في التعاليق. مع السلامه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.